في التاريخ في أسماء مجرد ذكرها بيغير موازين القوة. عمرك سمعت عن قائد عسكري ما خسرش ولا معركة في حياته ولا مرة مهما كان جيشه قليل، مهما كان خصمه أقوى منه ب10 أضعاف؟ القائد ده لما كان بيدخل أرض معركة النصر كان بيتكتب أول ما السيف يتسحب، بيدمر إمبراطوريات كاملة بعبقرية تخلي أعتى جنرالات في العالم يقفوا مبهورين. تخيل إن القوة العسكرية الجبارة ديت، العقل الحربي اللي مفيش منه اتنين، هو التهديد الأعظم لوجود أمة جديدة، كان هو الكابوس اللي بيطاردها. أعتقد ملامح القصة بدأت تبان معاك وعرفت إحنا بنتكلم عن مين. إحنا بنتكلم عن سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامل يا صاحبي واهلا بيك في فيديو جديد. في وسط اساطير الحرب مفيش حد بيقول لك ايه اللي حول سيدنا خالد بن الوليد من ألد اعداء الاسلام لاحد اقوى سيوفه، ومفيش حد بيعرف يجاوب السؤال الاخطر، هو ازاي تاريخ كامل ل100 معركة اتبنى على قلب رجل واحد؟ وهل فعلا سيدنا خالد كان بطل عسكري وبس ولا كان عامل جرائم حرب زي ما بعض الناس بتقول؟ النهارده مش هحكي لك سيرة بطل وبس، ولا مغامرات سياسية، ولا روايات منزوعة الروح والايمان. الفيديو ده عن رحلة تحول اعظم قائد عسكري في التاريخ، الراجل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لقبه بسيف الله المسلول. جهز نفسك عشان دي قصة سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد قبل ما يبقى سيف الله المسلول، خالد كان سيف على الاسلام. علشان نفهم سيدنا خالد لازم نرجع لمكة قبل الاسلام. خالد اتولد في بني مخزوم، عيلة كانت هي القوة العسكرية لقريش، يعني من يوم ما اتولد والسيف في ايده زي اللعبة. اتربى على الفروسية وكان معروف بالذكاء والتخطيط اللي بيخليه دايما سابق بخطوة. طفل اتربى على السيف اكتر ما اتربى على اللعب، ولما الاسلام ظهر قبيلة خالد كانت من اكتر القبائل رفضا ليه. والنقطة اللي محدش بيقف عندها، خالد ما كانش شخصية شريرة اطلاقا، هو كان شايف ان الاسلام خطر على النظام اللي اتربى عليه، كان شايف ان النبي صلى الله عليه وسلم بيهدد موازين القوة في مكة، وكان بيحارب عن قناعته مش عن كره. ودي نقطة مهمة جدا جدا، لأن نفس العقيدة اللي خلته يحارب الإسلام هي اللي هتحوله بعد كده للسيف من سيوف الله. أول ظهور حقيقي لعبقرية خالد كان في غزوة أحد. المسلمين كانوا منتصرين خلاص والقتال خلاص بيخلص، لكن سيدنا خالد كان واقف على جبل الرماة مستني الغلطة. ولما الرماة نزلوا وجمعوا الغنايم، سيدنا خالد بن الوليد بالخيل بتاعه عمل مناورة تاريخية، التفي بهم بسرعة البرق وضرب جيش المسلمين من الخلف، حول النصر لهزيمة مرة. من اللحظة دي الدنيا كلها عرفت إن في قائد جديد بيظهر. بعد اللحظة دي تحديدا خالد بدأ يحس بالضياع. خالد بعد أحد بدأ يشوف إن في حاجة مختلفة. في صلح الحديبية المسلمين عملوا عمرة، خالد شافهم هم بيصلوا بكل خشوع، وبدأ الشك يتسرب لقلبه. ازاي الناس ديت عندها الهدوء ده وسط الحرب؟ بدأ يشوف المسلمين ثابتين رغم الهزيمة، بدأ يسمع عن القرآن، وده اللي مهد للحظة التحول. الليلة بقى اللي غيرت حياة سيدنا خالد للأبد، وهو في طريق مكة قابل أخوه الوليد بن الوليد، وكان أسلم وقعدوا يتكلموا ساعات. الوليد قال له: يا أخي، الإسلام لا يضاهيه شيء، وقد أهلكك العقل والرأي، هذا دين حق وهذا رسول حق. الموقف اللي انت فيه مش هينفعك، السيف ده لازم يتوجه للحق. وهنا بدأت أول شرارة إيمان، شرارة هتغير العالم بعد كده. هنا بتبدأ قصة سيدنا خالد بن الوليد اللي نعرفها. خالد بيسيب مكة وبيقابل في طريقه عمرو بن العاص، الاتنين رايحين المدينة عشان يعلنوا إسلامهم. لما وصل سيدنا خالد بن الوليد للمدينة ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم كلهم اتفاجئوا، بس النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال الجملة اللي غيرت حياة خالد كلها: قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا للخير. ومن يومها اتكتب اسم جديد في التاريخ، خالد سيف من سيوف الله. بعد البيعة بفترة قصيرة جدا ومن شهور بس من إسلام سيدنا خالد رضي الله عنه، كانت غزوة مؤتة، وكانت اختبار النار لخالد المسلم. جيش المسلمين بيتكون من 3000 مقاتل بس، قصاد جيش الروم اللي وصل ل200,000 زائد العرب اللي انضموا ليهم. أي حد في الدنيا هيفكر في الانسحاب، أنت حرفيا رايح للموت برجليك، بس المسلمين شايفين غير كده. والمعركة بدأت، القادة الثلاثة زيد وجعفر وعبد الله استشهدوا، والجيش بيتفكك، والناس كلها بصت لسيدنا خالد بالرغم من أنه لم يكمل شهور فقط في الإسلام. سيدنا خالد رضي الله عنه مسك الراية وبدأ يعمل حاجة عبقرية، يغير أماكن الكتائب طول الليل، خلى اللي في اليمين يروح شمال واللي ورا يطلع قدام، علشان جيش الرومان لما يصحى الصبح يشوف وجوه جديدة يفتكر إن في امتداد ضخمة وصلت للمسلمين بالليل. اللعبة النفسية دي خلت الروم يتلخبطوا، وبدأ سيدنا خالد يعمل خطة انسحاب تكتيكي، وفي وسط ده اتكسرت في ايده 9 سيوف، عمل انسحاب بأقل الخسائر الممكنة. ولما رجعوا المدينة الناس بدأت تقول عليهم الفرارون، بس الرسول صلى الله عليه وسلم رحب بهم وقال: بل هم الكرارون إن شاء الله، وأطلق عليه لقب سيف الله
المسلول. بعد وفاة الرسول بدأت حروب الردة، العرب اتقسموا، اللي بطل يصلي واللي بطل يزكي واللي اتبع مدعي النبوة زي مسيلمة الكذاب. هنا الصديق أبو بكر اللي تولى الخلافة محتاج القوة اللي ما بتتهزمش. سيدنا أبو بكر بعت خالد عشان يتصدى لأخطر تهديد، مسيلمة الكذاب اللي كان عنده جيش جرار في معركة اليمامة. المعركة دي كانت كارثة تقريبا، المسلمين شافوا الموت بعينيهم. سيدنا خالد لاحظ ان القتال كان عشوائي تماما، وخصوصا عند من لم يعتادوا قتال المرتدين. فراح سيدنا خالد رضوان الله عليه عمل خطوة تقريبا ما حدش عملها قبله، وده كان توفيق كبير جدا من ربنا ليه. قسم الجيش على اساس قبلي، خلى كل قبيلة تقاتل تحت رايتها. الخطوة دي اعادت الانضباط للجيش، وخلت كل قبيلة تحرص على الثبات، لان الراية بقت رمز عزها وهيبتها، لانه ببساطة لو حد هرب تبقى وصمة العار على قبيلته كلها. المعركة انتهت وتم القضاء على مسيلمة الكذاب، وبكده ثبت اركان الدولة الاسلامية من الانهيار. بعد حروب الردة بقى بدأت الفتوحات الكبرى ضد الامبراطوريتين العظميين في الوقت ده، فرس والروم. وسيدنا خالد كان قائد الجبهتين. الخليفة ابي بكر الصديق طلب منه التوجه فورا الى الشام لمساندة الجيوش الاسلامية الاربعة ضد جيش الروم الجرار. سيدنا خالد كان قدامه 3 طرق. الطريق الاول المعتاد شمالا عبر الموصل، طريق معروف وممهد وامن ومتوفر فيه السكان والمياه والطعام. مشكلة الطريق ده انه طويل جدا، هتقعد اسابيع لغاية لما توصل، وكمان ما تشوف للعيون المراقبين للروم والفرس. والطريق الثاني الطريق الساحلي جنوبا ثم شمالا، طريق امن نسبيا وفي مناطق معمولة بالسكان وفي اكل وشرب، بس اقل من الطريق الاول، بس مشكلته طويل برضه وهتكون تحت اعين الروم وهتضيع عنصر المفاجأة. الطريق الثالث طريق صحراء السماوة، اصعب طريق فيهم ومحدش كان متوقع انه يعدي منه لانه مستحيل. هو فعلا طريق اقصر واسرع وهتاخد ايام فقط بدل اسابيع، وبعيد عن عيون الاستخبارات الرومانية والفارسية، بس طريق مستحيل حرفيا. صحراء قاحلة بدون مياه والمجازفة فيها عالية جدا. اي حد طبيعي هيستبعد الطريق الثالث، بس ده اي حد بقى. لكن هنا موجود سيدنا خالد بن الوليد. خالد اختار الطريق الثالث، واهم سبب لاختياره الطريق ده كان عنصر المفاجأة. مفيش حد كان يتخيل انه جيش كامل ممكن يعدي من الصحراء ديت، ووصول خالد فجأة اصاب الروم بصدمة هائلة. طيب ازاي هيمشي 5 ايام من غير مية؟ قد اجتزت هذه الطريقة مرة مع أبي حين كنت فتى صغيرا، ووالله إن الراكب المفرد ليخشى فيها على نفسه، فكيف يطيقها جيش بالخيل والأثقال؟ هنا بقى العبقرية، سيدنا خالد ما حملش مية. خالد حمل خزانات مية حية حرفيا، جاب أعداد كبيرة جدا من الجمال وسقاها لحد ما كروشها اتملت. وكل يوم الجيش كان بيذبح عدد محدد من الجمال ويشرب المية المتخزنة في أحشائها. لما الجيش وصل بقى كان ظهور مفاجئ صدم الروم. هنا بقى معركة اليرموك، يوم القيامة المصغر. يا معشر المسلمين، قد أقبل عليكم الروم بخيلائهم، وهذا يوم من أيام الله سيكون له ما بعده. فلئن صبرنا واستطعنا أن نردهم إلى الوادي فسنظل نردهم حتى تنفتح لنا أبواب الشام كلها. فعاهد الله على النصر أو الشهادة. اقترب الوعد الحق. جيش الروم عدده أضعاف المسلمين، 170,000 روماني قصاد 40,000 مسلم، والقتال استمر 6 أيام. في اليوم الأخير الروم عملوا هجوم كاسح عشان يحسموا المعركة، ودي اللحظة اللي كان مستناها سيدنا خالد. خالد هنا بقى عمل تكتيك الكراديس، وهو باختصار استخدام فرق مصغرة متنقلة لضرب الأجنحة. خلى كل كتيبة تهاجم وتنسحب بسرعة البرق، وكأنهم 10 فرق مش فرقة واحدة. أرهق الروم نفسيا وبدنيا لحد ما خلاهم يقعوا في المصيدة. ساعتها كانت الهزيمة الساحقة للروم، وده كان أكبر انتصار عسكري في التاريخ الإسلامي كامل. اليوم ده الروم اتبخروا والإمبراطورية الرومانية في الشرق سقطت عمليا، وبعدها بدأت المدن الرومانية تفتح واحدة تلو الأخرى لغاية ما تم فتح بيت المقدس. وقبل ما نكمل خلينا نقف عند حاجة مهمة جدا ناس كتير بتتكلم عنها اليومين دولت، وممكن تشوش على أي حد بيسمع سيرة سيدنا خالد لأول مرة. هل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه عسكري بس ولا مجرم حرب؟ الناس بقت بتسمع كلمات مرعبة كده من غير شرح. حادثة بني جزيمة، قصة مالك بن نويرة، سيدنا عمر عزله ليه. غالبية الناس ما تعرفش التفاصيل وبتسمع الاتهام من غير تفسير. الجدل ده مش جديد، موجود من مئات السنين بين المؤرخين والفقهاء، مش مجرد نقاش يعني على فيسبوك. اللي لازم نفهمه الأول إن الصحابة مش ملايكة ولا معصومين ولا فوق الخطأ، دول بشر يصيبوا ويخطئوا، بس الفرق بينهم وبين غيرهم إن لما بيغلطوا الوحي نفسه كان بيقومهم. أول نقطة حادثة بني جذيمة، حصلت، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، بس لازم نفهم السياق. بني جذيمة قالوا صبئنا، ودي كلمة كانت بتتقال بمعنى أسلمنا، بس المسلمين فهموها غلط. سيدنا خالد ظن إنهم بيخدعوا المسلمين فحصل القتال بالخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم غضب ودفع الديات بنفسه علشان يرضي الناس. بس السؤال هنا، لو خالد كان مجرم ليه النبي ما عزلوش؟ ليه النبي ما أقامش عليه الحد؟ ليه فضل قائد في جيشه؟ وليه بعته في غزوات بعد كده؟ الصحابة بيغلطوا، بس الهدف إننا نفهم هل الخطأ كان متعمد ولا اجتهاد غلط، وهنا كل المؤرخين قالوا إنها كانت غلطة اجتهاد مش جريمة.
تاني نقطة وهي قصة مالك بن نويرة. القصة دي بقى من أكتر الحاجات اللي عليها مبالغة وتزييف كبير جدا. سيدنا خالد بن الوليد ما قتلش مالك لأنه مسلم، هو قتله لأنه امتنع عن الزكاة واعتبرها فلوس مش هنديها لحد، والزكاة ركن زي الصلاة والصوم، ولو سقط الركن ده كانت ممكن باقي الأركان تسقط. أبو بكر نفسه قال الجملة اللي قصت الموضوع نصين: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. أما حكاية طبخ راسه دي أساطير من الروايات ضعيفة جدا، مفيش كتاب معتبر بيقول إنه طبخ أو أكل راس حد. وبرضه إشاعة إنه اتجوز مراته في نفس الليلة كلام غير صحيح تماما. اللي ثابت من كتب الحديث والسيرة إنه استبرأ ما في رحمها وبعد فترة تزوجها، وده حكم شرعي معروف. بعد كل الانتصارات ديت وبعد اليرموك بيجي المشهد اللي محدش كان متوقعه: عزل خالد بن الوليد. طيب مين اللي عزله؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر بن الخطاب شال سيدنا خالد مش لانه وحش ولا لانه غلط، بل لانه كان خايف الناس تتعلق بسيدنا خالد وتنسى ان النصر من عند ربنا. عمر كان شايف ان الناس بدأت تعتمد على خالد نفسه مش على ربنا، انما نصر الله جندنا لا خالد. وسيدنا عمر قال الجملة اللي بتفهمك الموضوع كله: ما عزلت خالدا عن سخط ولا خيانة ولكن الناس فتنوا به. طيب تخيل خالد سيف الله المسلول عمل ايه؟ ما عملش انقلاب، ما اعترضش، ما قالش انه انا القائد المنتصر، لبس لبس الجندي العادي ونزل يقاتل تحت قيادة غيره زي اي جندي، وقال جملته الشهيرة: انا لا اقاتل من اجل عمر، اقاتل من اجل رب عمر. دي مش بس قيادة، دي ايمان وتسليم مطلق، ودي القوة الحقيقية اللي لازم نتعلمها من القصة ديت. سيدنا خالد رضوان الله عليه ما ماتش في معركة، مات في بيته على سريره، وده كان اكتر شيء موجع له. مات وهو بيقول: ما في جسدي شبر الا وفيه ضربة سيف او طعنة رمح او رمية سهم، وها انا ذا اموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. الناس ممكن تفتكر الجملة دي غرور، بس الحقيقة انه ده راجل عاش حياته كلها بيحارب تحت راية الإيمان والإسلام، وبيسأل نفسه ليه أموت هنا وحلم الشهادة. ودي اللحظة اللي بتفهمك إن سيدنا خالد مش مجرد مخ عسكري خارق، ده قلب مؤمن شايف الدنيا قدامه بشكل مختلف عننا كلنا. قصة سيدنا خالد بن الوليد مش قصة سيوف ولا خيول، مش قصة عبقرية عسكرية فاضية، مش قصة توسع سياسي. القصة هي قصة تحول من راجل بيحارب الوحي لراجل بيحارب عشان الوحي، من سيف ضد الإسلام لسيف من سيوف الله. وهي دي النقطة اللي لو شلتها من القصة هتطلع برواية ناقصة، قصة باهتة، نسخة مستشرقية مش بتاعتنا. لو عجبتك الحلقة بقى صديقي اكتب لي في التعليقات تحب نعمل حلقة عن مين بعد كده. وبس كده صديقي، وسلام.